السلام عليكم. يعني بصراحة أنا مش فاهم يعني إيه نادي الزمالك بيتغلب من سيراميكا كليوباترا في كأس مصر. أنا مش فاهم دي بصراحة. أولًا الزمالك حاول كتير، حاول كتير، كتير، كتير إلى يعني جاب آخره خلاص، وكمان في الدقي الكام دقيقة وقت بدل الضايع الزمالك حاول بكل قوته. أولًا لو أنت زملكاوي ما تنساش تعمل لايك. طيب أولًا الزمالك اتظلم، ركلة الجزاء اللي اتحسبت على نادي الزمالك دي ظلم. طيب ليه ظلم؟ أولًا حسام عبد المجيد ما كانش متعمد إنه يلمس الكورة، الحكم قال لك لأ دي ضربة جزاء صحيحة، واتحسبت ركلة جزاء على نادي الزمالك. طب لو ما كانش اتحسب ركلة جزاء كده الزمالك كان جايب هدف وسيراميكا 2، كان الزمالك أقل تقدير كان خرج من المباراة متعادل أو غيره يعني في المباراة الأصلية. فأنا من وجهة نظري المباراة كحكام وكتحكيم ما كانتش أفضل حاجة، ومش على أعلى مستوى. فمن وجهة نظر المتواضعة الزمالك اتظلم ظلم واضح كده، الزمالك اتظلم من سيراميكا كليوباترا. أولا اتظلم لأن الزمالك بصراحة شديدة رغم المشاكل اللي عنده 11 إيقاف قيد والدنيا بايظة عنده، ولكن بيلعب وبيحاول. عندك ناصر منسي بسم الله ما شاء الله عليه، عبد الله السعيد، عدي الدباغ، اللعيبة اخوان بزيرة، اللعيبة دي بتحاول كانت بتلعب النهاردة ومحاولاتها ما بقتش بالفشل، محاولاتها كانت ناجحة، ولكن ما فيش توفيق ان هم يجيبوا اهداف. ولكن انا مش هقول غير هارد لك لنادي الزمالك، ومبروك طبعا لسيراميكا كليوباترا على المكسب وعلى الفوز. ولكن انا نصيحتي بقى بوجهها لإدارة نادي الزمالك في المباريات اللي زي دي، ما تدوش فرصة للأندية الأخرى إنها تسلم. الزمالك إدى سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني غير الهدف بتاع ركلة الجزاء، فما كانش يعني صح إن أنت تسيب له فرصة وسايب كده. لو جينا في الجد ركلة الجزاء دي ما تتحسبش. بقيت بقى عن الفرص ومش الفرص، كان الزمالك خرج متعادل، وركلة الجزاء دي المفروض ما كانتش اتحسبت. هارد لك لنادي الزمالك، بالتوفيق ان شاء الله. والله انا كنت مفكر المباراه كانت جايه في دماغي ان هي في بطوله الدوري المصري، حمدت ربنا انها في كاس مصر مش مشكله، لان الزمالك لو كسب الماتش الجاي في الدوري المصري هيبقى باقي له نقطه